نشرة أخبار النادي الأهلي في دقيقة، معايا 5 أخبار مهمين جدا هيهموا كل أهلاوي. بس قبل ما أقولك عليهم عايزك تصلي على النبي، ولو مش بتابعني اتفضل تابعني ويلا بينا. أول خبر، جلال جيد الحكم المغربي هو حكم مباراة الأهلي والترجي اللي هتتلعب في القاهرة، يعني من آخر ماتش بدون جمهور وحكم مغربي، ربنا يستر على النادي الأهلي. أما تاني خبر، بنسبة 85% إبراهيم عادل النادي الأهلي هيوقع معاه في نهاية الموسم، وفي المقابل عندك نادي بيراميدز هيبدأ تفاوضات مع أكرم توفيق ورامي ربيعة بعد نهاية الموسم. أما الخبر الرابع، عندك مصطفى شوبير هو حارس المرمى اللي هيلعب في ماتش الترجي وهيبقى حارس الأهلي الأساسي لغاية آخر الموسم في كل البطولات. 5، بالنسبة للعيبة المتصابة زيزو وديانج اللي اتصابوا في الماتش اللي فات في ماتش الترجي بنسبة 90% خلاص هيقدروا يشاركوا معانا بشكل أساسي في ماتش الترجي اللي جاي. أما بالنسبة لياسين مرعي فبنسبة 90% مش هيلحق عشان هو حاليا في فترة تأهيل. اكتب لي رأيك في الكومنتات، شايف الحكم المغربي جلال جيد ده اختيار ممتاز في التوقيت ده بالذات والأهلي هيلعب من غير جمهور ولا لأ؟ وبس كده.